إخوان السلام عليكم. إكرام الضيف واجب، ولكن هل ستقدم له زوجتك؟ لا هتغلط هنغلط يابا، مش عايز غلط. هذا ما يفعله رجال قبيلة الهمبة عندما تحل ضيفا عليهم، ولكن مهلا ليس هذا فقط. قبيلة بدائية تسكن في الشمال الغربي لدولة ناميبيا، تقوم حياة أفرادها على الرعي والترحال، وإذا قمت بزيارة القبيلة سترى أفرادها شبه عراة. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. لا يرتدون سوى تنورة قصيرة مصنوعة من جلد الماعز، أما منطقة الصدر والبطن فلا يغطيها شيء، ولا يختلف النساء عن الرجال في ذلك. وتتزين النساء ببعض الحلي الذي يصنعونه بأنفسهم من العظام أو النحاس أو جلد الحيوانات. ويبدأ الروتين اليومي لنساء قبيلة الهمبة بالمكوث قليلا تحت أشعة الشمس الحارقة، ثم تأتي طقوس الاستحمام الغريبة. يبدأن بوضع كريم المغرى الأحمر على الجسم والشعر، وهو عبارة عن زبدة ودهون وصبغة حمراء معطرة، وهو سبب اللون الأحمر المميز لنساء القبيلة. ايه القرف ده يا جدعان، في ايه؟ ثم يأتي دور البخار الساخن كبديل للمياه التي تكون شحيحة في العادة، حيث يتم وضع قطع من الفحم المشتعل في وعاء صغير يحتوي على أوراق الشجر، وينتظرن حتى تتصاعد أبخرة الدخان وتنحني المرأة فوق الوعاء من أجل التعرق لغسل الجسد بالكامل. لا النظافة حلوة. مجتمع الهمبة منفتح في داخله بشكل مثير للغرابة، فلا مشكلة إطلاقا في تعدد العلاقات للرجل والمرأة على السواء، حتى المتزوجين يستطيعون إقامة علاقات خارج الزواج. إيه ده المجتمع ده. أما عن أغرب عادات الهمبة، حينما يأتي ضيف إلى أحد أفرادها يقوم صاحب البيت بمنحه زوجته كهدية، وينتظر الزوج في الخارج. وليس هذا فقط، بل يقوم بخدمتهما أيضا. جميلك ده أنا مش هنساهولك طول عمري. ويعتقد أفراد قبيلة الهمبة أن هذا نوع من الكرم الذي يعزز العلاقات بين أفراد القبيلة، ولا يرون فيه أي شيء مشين. يا عمي الصحاب لبعضيها. مؤخرا أصبحت منطقة الهمبة مقصدا للسياح حول العالم، وبدأ أفراد قبيلة الهمبة ينفتحون على أفراد المجموعات العرقية الأخرى، خاصة الموجودين بالقرب من مدينة أوبو وو عاصمة ناميبيا. شاركونا في التعليقات ما الذي أثار فضولكم تجاه قبيلة الهمبة.